دراري، السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ديما فوت شو. هاد المرة غادي نحاولوا نلتزموا شحال هادي وحنا تنواعدوا باللي لو شو غادي يكون اسبوعيا. فتفاهمنا مع الدراري وان شاء الله غادي نلتزموا. غادي تكون حلقة اسبوعية مخصصة اكسكلوزيفمون للبي ال الدوري الانجليزي. غادي نهضروا فيها على النتائج اللي طرات، نحاولوا نركزوا على القمة نتاع كل اسبوع، وحاولنا نديروا واحد الفقره تكون خفيفه نضحكوا فيها شويه. غادي نهضروا فيها على الفانتازي. احنا بثلاثه تنلعبوا الفانتازي بريمير ليغ، عندنا واحد الجروب مع شي دراري اخرين. غادي نحاولوا نديسكوتيو لي زيكيب نتاع كل واحد ولي ريزولطا اللي كاينين، وعلاش لا كاع لي بروبابل شونجمون اللي كل واحد باغي يدير. المهم ما نهضروش بزاف، نستقبلوا معنا الدراري. خويا حمزه وخويا معاد، مرحبا بكم في الشو. سلام هدي مزاد الدراري. السلام عليكم، مرحبا بكم. اذا الدراري، الجوله 12 من الدوري الانجليزي قبل التوقف الدوري كانوا فيها ماتشات صراحه ممتعه، استمتعنا معها بزاف. بالفعل القمه ما بين تشيلسي ومانشستر سيتي اوفت بجميع الوعود التي كانت منتظره، قمه بمعنى الكلمه. غادي نهضروا عليها في وقت لاحق، ولكن نبداو بشكل عام بالنتائج اللي طراو هذه الجوله هذه. خويا حمزه، فاجاتك شي نتيجه نتايا في الماتشات اللي طراو هذه السيمانه؟ شي نتيجه اللي فاجاتني غادي تكون بيان سور 4-4 ديال تشيلسي ومانشستر سيتي. مازال نهضروا على هذا الماتش هذا. سينو الريمونتادا اللي دارت الولز على سبيرس كانت صراحه حاجه خطيره. ما توقعتش ان الماتش يكون سهل على توتنهام، حيت الماتش اللي الاخر ديال مع تشيلسي تهلكوا فيه. ما عرفتش شحال من لاعب في ذاك الماتش تضرب، وعندهم لاعبين اللي طردوا. يعني الفرقه داخله ناقصه تقريبا نص ديال السكواد ديالها. تنقول ان الماتش غادي يكون زعما يمشي للتعادل، وان السيناريوهات كره القدم القذره كتعطينا عاوتاني ريمونتادا في الدقيقه 97. يعني حاجه ما كانتش متوقعه. هادشي كامل اسمح لي نقاطعك. هادشي كامل داروا داك السيستم الجديد نتاع اللي كيزيدوا في الدقائق بزاف، ان دابا ولينا كنشوفوا كل مباراه كنشوفوا فيها 7 دقائق للفوق. وليني عاوتاني سي لوجيك عاوتاني من واحد الناحيه. داك الشيء كامل ديال تضييع الوقت اللي كان، وديال ان الفريق يكون رابح ويبقى اللاعب تينعس الارض ولا الحارس تضيع الوقت ما بقاش. يعني ملي تكون رابح 1-0 لعب. الا بغيتي ما يزيدش طول الماتش عليك وما تزيدش ستريسها في الاخر، تلعب الكره ما تبقاش تضيع الوقت. هادشي حيت انا كنت واحد الهضره كتقال ان الوقت اللي تتلعب فيه كره كتلعب من غير لي فوت، من غير ضربات تماس، من غير الكره الثابته، ما تيكونش 90 دقيقه ولا تيكون 60 دقيقه فما اقل. يعني حنا ما تنتفرجوش في ماتش كامل، كنتفرجوا في ساعه الكره. لا هو شوف انا الاتليتيكو 48 دقيقه المعدل ديالهم اللي تتلعب كره. يعني كتبقى كتسمع تماس خطا ما تلعبوش كره. شوف واخا كوميم انا متفق معاك، ولكن الله يحسن العوان الفيزيك نتاع اللاعبيه ما ننساوش. لا والله الا بصح لينا، لا والله الا بصح لينا. شوف لينا فيزيك من باغلو حنا ما حاسينش بالدراري، فهمتيني. نقول لك واحد القضيه، عرفتي اللي بهاد اللعابه هادو كيتخلصوا الملايين في الشهر انا معاك احسن ماكله وساكن وشوف وتيتريني كل نهار مرتاحين وكذا. عنده في السيمانه كامله ساعه ونص انه يدخل يبدا يجري. الناس شي لاعبين يدخل يبدا يجري ما عندوش كاع العذر. شوف انا معاك، ولكن شوف الفيزيك نتاع الدراري. شوف الفيزيك حنا عارفينهم برو، عارفينهم داكشي اللي بغيتي، انا معاك. ولكن من ناحيه اخرى عاوتاني الفيزيك ما تنساش بان دابا الفيفا كل مره كتزيد بطوله اخرى، فهمتيني. خليك على البطولات يعني ادوميسيل، الكاس والبي ال كيزيدوا بلاص لي ماتش ميكو راه هما زادوا داك الدوري سميتو اوروبيه. فوالا الامم الاوروبيه، فهمتيني. يعني بزاف جو بونس بزاف هادشي عاد البي ال واوروبا راه ماشي افريقيا. اللي شاف تبارك الله عليهم الماتش نتاع الوداد، راه داكشي اللي داز في الوداد في الماتش نتاع الروتور راه كفره راه كتلعب على 3 دقائق، فهمتي. داكشي راه بزاف تضيع على وقت بزاف. نرجعوا للماتشات. دونك شفنا المفاجاه نتاع سبيرز، ومن ناحيه اخرى نقدروا نهضروا حتى على
المانشستر يونايتد لانهم صراحه فتره صعيبه دايزين بها هزائم متتاليه، ونقدروا نقولوا تنهاك كان على مقصاله في هذا الاسبوع هذا، لان لوتن تاون ماشي شي فرقه يعني كلشي كيربحها. يعني كان كنتعثر هذا الماتش هذا بنسبه كبيره، تنظن ان تنهاك كان غادي يكون مهدد بالاقاله. وي صراحه مانشستر يونايتد قولوا معاد تفضل. نو انا بغيت نعطي واحد لي تخوا تخوك اللي شديت من هذا الجيم ويك، فهمتي؟ من خلينا على مانشستر، سمح لي اخي مهدي واخا انت الموديراتور، ولكن خرجت على الطريق، فهمتيني؟ انا حيت بغيت نهضر انا على اليونايتد قبل ما تعطينا الملاحظه سير. حيت فيها ولدنا المرابط اللي فقد الرسميه ديالو. المرابط صراحه لعب ماتشات كظهير ايسر، لعب دوبل بيفو ما بقاش، ولعب 45 دقيقه. شفنا شحال الماتش كيتبدل مورا 45 ودابا شفناه ما كيلعبش. يعني واش المشكل من السيستم تاع اليونايتد اللي ما لاقيش ستابيليتي، ولا مشكل من اللاعب اللي ما قدرش يتاقلم مع الاجواء؟ ما عرفتش شي واحد يجاوبني على هذه القضيه هذه. صراحه انا شكون اللي تفرج في الماتش؟ انا صراحه ما تفرجتش. حتى نجي نتفرج حيت اصلا اليونايتد حتى واحد ما بقى كيتفرج فيها صراحه. ماشي يتفرج حتى واحد. وانا ملي تنشوف السكواد ديال مانشستر يونايتد يعني ماشي حيت كاين فريق، هو فريق كبير وعنده تاريخ كبير وكل شيء وعريق واللي بغيتي والشامبيونز ليغ والبريمير ليغ وكل شيء. ملي تنجيو تنشوفوا السكواد ديالو نكومباريوه مع الارسنال مع ليفربول ومع السيتي، صراحه ناقصين بزاف في كاع الخطوط ناقصين. الوسط ديال الدفاع عندك ماغواير وليندلوف ما عرفناش علاش ما تيدخلش فاران، عندك دالوت وريغيليون، عندك كريستنسن اللي قلبو مسكين كان يسكت، وعندك سكوت ماكتوميني اللي تيدخل بلاصتو مره امراب، عندك برونو اللي مزيان، عندك راشفورد اللي تيلعب عام لا، عندك غارناتشو اللي مازال صغير، وعندك النسخه المزوره ديال هالاند وانطوني اللي غير تيدور صراحه شي الكره تيبدا تيدور، اللي كان صاحب مع تنهاغ ملي كانوا في اجاكس. يعني فريق صراحه السكواد ديالو ناقص بزاف، وهذا المرتبه اللي هو فيها يعني مستحقه وما يمكنليش يحقق اكثر من هذا الشيء. هذا العام هذا بالنسبه ليا توب فور بعيده عليه، ولا فوت ماشي من المدربين اللي تعاقبوا من 2013 من ما مشى السير، والمدربين تتعاقب على مانشستر يونايتد وحتى حاجه ما كتبدل. ولكن صراحه شي واحد القضيه اخرى نقدروا نضيفوها، مانشستر يونايتد تقريبا ملي مشى السير اريكس فيرغسون من اكثر الفرق في اوروبا انفاقا للاموال مع تشيلسي راه حيت الطوط بويلي هو اللي زاد طلع. مانشستر يونايتد خاسر اكثر من مليار ديال الاورو في هاد 5 سنوات الاخيره سون ريزولتا، والنتائج ما كايناش. والمشكل انهم تيخلصوا يعني مبالغ طائله في العيبيه، ملي تيبان لك ما يستاهلش. بحال دابا داك اللي قلتي هالاند المزور شراو تقريبا بشي 80 مليون، انا واش يستاهل 80 مليون؟ اونطوني تا هو سانشو في السوق بغات هكا. لا ماشي ان جون طالون راك ما كتشريش غالبا ان جون طالون ما كتشريش يعني لي ستاد ديالو، كتشري لو طالون ديالو الصاد، فهمتيني؟ ما تيستقلوا كاملين، ما تيستقلوهمش اصلا. شرات الفاريز ب 18 مليون السيتي، الفاريز 18 مليون. تشوف الفاريز شنو تيدير اليوم، راه كاين حتى واحد القضيه سميتها السكواد تكنيك او لا ديريكسيون تكنيك نتاع كلوب. انا تيبان لي هادشي اللي ناقصهم مثلا في اليونايتد. ماشي بالضروري تشري اللاعبي بلينغ باش دير فرقه واعره. نقدروا نهضروا مثلا على نيوكاسل ولا على برايتون ولا يعني ما تيشريوش دي ستار، ولكن على الاقل تيخلقوا ان جروب. في اليونايتد تيبان لي ما كاين لا جروب، ما كاين لا ستار، ما كاين لا ليدرشيب، ناقصينهم بزاف د الحوايج. وكما بغيتي نقول واحد الحاجه اخيره، كل مره فيما تكون يونايتد ديزم من شي ازمه تيخرج لنا التصريح الشهير ديال جوزي مورينيو اللي تيقول لك احسن انجاز درتو في المسيره التدريبيه ديالي دي جو الشامبيونز ليغ ودي بريمير ليغ ولا ليغا والكالتشو دي كلشي، قال احسن انجاز درتو في المسيره ديالي هي انني جبت المركز الثاني مع مانشستر يونايتد. صراحه ملي كتجي كتفكر في هادشي اللي قال سي لوجيك صراحه، جاب المركز الثاني في البريمير ليغ بمروان فيلاين. خويا بصراحه داكشي اللي دار، والله داكشي اللي دار جوزي مورينيو مع مانشستر. خونا معاد تفضل اخويا، عطينا الملاحظات ديالك. الملاحظه هو
فخر العرب وصل 200 ولا اكس فخر العرب وصل 200 جول في البريمير ليغ. هذه الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه هو واحد اللاعب اللي مالوغوزمون ليماج ديالو بيسكو ما عنده لا لي ريزو سوسيو لا والو، ليماج ديالو ما خادمش عليها بزاف، اللي هو رودري. نورمالمون ما كتعطاش ليه داكشي اللي يستحقو. انا في نظري ما كيتعطاش داكشي اللي يستحقو. رودري راه كنت هضرت عليه في الحلقه نتاع البالون دور وقلت لك كان خصو يكون بوديوم صراحه. فوالا خونا اللي تيجي بصراحه ديبيوت اللي نقولوا كما تيقولوا في الان بي اي ولا في ديك لا ريجيون تاع امريكان كلاتش، يعني حاسمين، فهمتيني؟ يعني ديما انا في نظري ديما كيجيب لي بيوت ديالو قلال، ولكن كيجيبهم ديما في دقائق اللي تكون السيتي مزيره، وخاصه شي واحد يخرج من الجنب، فهمتيني؟ باسكو دي بروين اللي كان تيتيري نورمالمون من برا البوكس ما كاينش هذه دابا مده. دونك رودري واخا البيت فيه، المهم مازال غادي نرجعوا للماتش ديتاي، مي البيت فيه بزاف الزهر، مي كون ميم الا طونطي بنادم اللي كيطونطي، فهمتي؟ كاين ريسك كبير باش ينجح. هادشي اللي كاين. اوكي يا سيدي. المهم سكون بو سوليني كذلك في هذه الجوله انتصار نتاع ارسنال، انتصار نتاع ليفربول اللي راهم متقادين دابا في النقاط وتابعين يعني عن قرب مانشستر سيتي اللي في الصداره. وعلى ذكر مانشستر سيتي فهما اللي كانوا في ماتش القمه هذا الاسبوع ضد تشيلسي في ستانفورد بريدج. صراحه بذكريات ستانفورد بريدج والليالي الجميله ديالو. ماتش ما كنتش ننتظر صراحه انا بالنسبه لي النديه من تشيلسي. كنت نتوقع ان السيتي غادي تعاني ولكن غادي تربح، ولكن تشيلسي بينت على قوه شخصيه، يعني قدروا يرجعوا في الماتش شحال من مره، وهذا يحسب لبوتشيتينو والفرقه اللي مازال تيحاول يبني فيها. خصناش ننساو باللي تشيلسي تقريبا بدلات 90% من الفرقه. الا شفنا الفرقه اللي لعبات البارح راه واقيلا كان فيها تياغو سيلفا وريس جيمس هما اللي قدام شويه في تشيلسي، باقي كلشي جديد. الدراري كيفاش شفتوا المقابله بغض النظر على النتيجه، الاداء نتاع الفراقي والمستوى نتاع تشيلسي ومانشستر؟ يعني ما ينقص على حسب ما قلتي، ما ينقص تشيلسي هو الحاجه اللي تنسميوها فيفا بالكيمستري. الفريق فهمتي كتجيب لاعبين من هنا ولاعبين من هنا ولاعبين من هنا، مازال خصهم شويه الانسجام باش انهم يعطيو احسن حاجه. ولاني ماشي باش عاوتاني نكومباريو ما بين هاد الاسماء هذه وما بين الاسماء اللي كاينه في السكواد ديال مانشستر يونايتد، تيبان لك فرق كبير. واخا مانشستر يونايتد نسبيا تيلعبوا اللعابه بيناتهم شحال هذه، ولكن المستوى الفني ديالهم ناقص. على عكس تشيلسي عندهم لاعبين اللي ما تيلعبوش، اللي عاد كما قلتي لا جمعوهم، ولكن كل واحد عنده شي ميزه اللي كتخليه لاعب زعما نقدروا نقولوا لاعب جيد في المركز ديالو. غالاغر، بالمر اللي جابوه من السيتي، ستيرلينغ اللي جاوبوه من السيتي، ولي سخريه القدر هاد جوج اللعابه اللي باعتهم السيتي لتشيلسي هما اللي تيماركيو جوج البيوت وتيساهموا في هاد النقطه اللي خدات تشيلسي. حتى انا متوقع صراحه ان تشيلسي تكون بهاد النديه مع السيتي. مره ما الماركه الاول قلت صافي باين هذاك عاوتاني دوك الماتش ديال السيتي ملي كتماركي هي الاولى وكتركب الماتش وكتطلع انت تهاجم عليها وكتضرب عاوتاني بري كونتراطا كتخسر بثلاثه ولا اربعه بحال اللي وقع لمانشستر يونايتد. ولكن تياغو سيلفا قد انه يرجع تشيلسي صراحه. ماشي بان لي هذاك الهدف ديال التعادل التوقيت ديالو كان مهم باش تشيلسي صراحه كنتوقع يعني ما طاحوش، كانوا شويه وطاحوا في الفخ ديال السيتي. وهنا تيبان الدور ديال القائد، هنا تيبان فوقاش خص يكون عندك لاعب شويه خبره. وراه شفنا اللقطه ديال بوتشيتينو ملي كان غادي في الاخر الماتش مشى عند تياغو سيلفا، تعرفوا هو اللي صوفا ليه الماتش، هو اللي خلى ان اللاعبين ديال تشيلسي ما يخرجوش ذهنيا من الماتش. اولا السي معاذ نو ما نساوش انا شوف انا لاحظت واحد الملاحظه اللي فريمون عجبتني، هو من شحال هذه ما كانش الميليو تيران تاع تشيلسي متجانس، ما كانش يقدر يخرج كره. عجبتني التخريجه نتاع الكره. واش لاحظتوا بينا يعني واخا البريسينغ نتاع السيتي كان، ولكن التخريجه نتاع الميليو تاع كايسيدو مع جو بونس مع كالاغار جو بونس هو اللي كان تيتولير مع كايسيدو، التخريجه نتاع الكره راه بزاف كان البريسينغ عليهم، وشحال من مره خرجوا بكره ومشاو بدي كونتر اتاك. يعني هذاك كيفكرني بالماتش اللي دو ريفيرونس اللي دارتو الريال هذه 1-2 زون
يعني داك الطريقه نتاع تخرج الكره نتاع كايسيدو كما قلت لكم وكالاغير عجبتني بزاف صراحه. شي اخي معاد هو اللي هو الكلي في نظري، كان هو الكلي باش يخرجوا كره وباش يضربوهم بشحال من كونتر اتاك صراحه. شات تخريج هاد الكره بانت حتى في اللقطه ديال البيلانتي اللي جا من البيت نتاع التعادل اكزاكتومون يعني لا فان دو ماتش، وكانت لا لوسيديتي نتاع الميليو تيران انا نخرج بكره نقيه. يعني نورمالمون في هاد الدقائق الاخيره كاملين تنعرفوا كاع اللاعبين تيبداو تيطوعوا تيلقاو الكره للقدام فوالا حيت مابقالكش الوقت تحاول. وهادو دي كونسين تاع الكوتش باش نعطيو حقه عاوتاني. يعني صراحه انا بغيت نسوليني حتى داك لو جون بالمر صراحه ما انا اكتشفتو في المباراه ديال الرابطه اللي لعبات السيتي هاد مع الارسنال، هو اللي كان ماركا البيت، ومن بعد تنتفاجئ انه باعته ب 50 مليون، ما انني ما كنتش كنعرفه صراحه. يعني ان جون تباع ب 50 مليون لتشيلسي، قلت عاوتاني قلبوهم في شي واحد مع داك الهبيل نتاع الرئيس ديالهم ما تيزلع فلوس. ولكن فينالمون تصاب في بدايه الموسم، ملي رجع تيبان ليا 20 عام ولا اقل، وتتحسو يعني شويه خاسر بارابور لاج ديالو. الثقه باش تيري بيلانتي ضد فرقتك القديمه في 97 جو بونس 97 شي حاجه صراحه ما سهلاش، وتحسب لهذا لو جون بالمر وسيليبرا باش حيت هذه نو مي ما بقاتش جو بونس شي حاجه سميتها على لويوتي بارابور شحال هذه فهمتي. ولاني عاوتاني في الملعب ديال ستانفورد بريدج، يعني كون كان تيلعب كون كانوا لاعبين في الاتحاد ما كانش يسيليبري، يعني انه من لي جون ديال الاكاديميه. ولكن 50 مليون وماركا ما داير بيلانتيات جو بونس، ما ماركاش شي لا ماركا بيلانتي 4 ديال بيلانتيات، حيت هو نورمالمون يعني تيبان لك كيفاش اللوجيك ولات في الكره انك تعطي 50 مليون في لاعب. انا العام اللي فات عقلت انني شفتو، ماشي شفتو يلعب، شفتو داخل في التشكيله ديال السيتي مره واحده. ما نساوش حتى واحد فريمون حتى واحد ما كانش يعرف. ما نساوش الدراري بان كاين هذيك الغايل نتاع هوم غرام، دونك خونا انجليزي جو بونس ياك انجليزي خونا انجليزي، ولكن دونك راه البري ديالو غيطلع، راه اوتوماتيكمون غادي يطلع حيت مفورمي ات هوم في الانجليز، دونك البري ديالو غادي يكون طالع. كاينين جوج حوايج، كاينه باللي السوق اون جينيرال في الانجليز طالعه، وباللي هما تينفخوا اللعيبيه ديالهم جنسيا انجليزي كما قلتي. ولكن كاينه حاجه اخرى اللي خصنا نحسبوها، الاداره نتاع السيتي. الاداره ديال السيتي من احسن الادارات في الكره اللي كاينه حاليا، اللي تعرفوا يسوقوا اللعيبيه ديالهم، تيشريو بثمن صراحه قليل، فين تلقاهم حطوا فلوس بزاف وتيبيعوا مزيان. راه شفناهم كيباعوا ستيرلينغ، باعوا بالمر، باعوا جيشينكو، باعوا غابرييل جيسوس، وفكرتني في ستيرلين اللي عاد سجل عاوتاني كونتر السيتي. دونك اللي سجلوا تشيلسي هما ولاد ولا اللي كانوا مع السيتي. دونك صراحه شفنا كاع لي سيناريو في هذا الماتش صراحه. ورينيتشي علاش عاوتاني تا السيتي عندها البلان هذا، حيت كتحس بان اللاعب الا بقى ما تيشكلش واحد الثقل على الفريق. في السنوات الاخيره ما سمعناش هاد الصداعات هذه اللي كاينين في بزاف ديال الفرق، ديال ان لاعب ما بقاش عاجبو الحال وبغى يخرج ولا غيدير المشاكل. شفنا اوباميانغ في هذا في الارسنال، شفنا كوتينيو شحال هذه في وسواريز في ليفربول، شفنا هذا في مدريد. المهم زعما افري وير كاين هاد المشاكل. السيتي ما كتسمعش هاد لو جونغ ديال المشاكل. كاين واحد الحوار اللي هضر عليه مثلا غوارديولا تيديروا كاع مع اللاعبين اللي بغاو يمشيو، وقال ليه جلس راه محرز غادي تاخذ الفرصه ديالك. قال ليه لا بغيت نمشي، قال ليه سير الله يسهل عليك. يعني ما كاينش صراحه هاد القضيه هذه كتعجبني في غوارديولا. ما عمرو تيخلي شي لاعبين ما باغيش، واخا يكون واعر شكون. راه برناردو سيلفا العام اللي فات فاش البارسا كانت انتريسي عليه، قالوا له تعطيك 80 مليون سير فحال، جيب لو بري اللي حنايا اون استيم انه هذاك هو لو بري ريزونابل، سي سكي لوجيك زعما فهمتي. ما تيشد يعني هالاند يبغي يمشي في حاله، تجي الريال تعطيه 100 مليون ولا شي حاجه، يقول له حنا مقدرينك ب 150، يعطيو 150 سير في حالك. ما تيشد حتى لاعبي، ودي شي حاجه صحيه. يعني خصك تقاتل باش تلعب، باش تاخذ بلاصتك في الفرقه، ولا بغيتي تمشي ما عجبكش الحال سير. صراحه هاد العقليه هذه اللي ناقصه بزاف ديال الفراقي اليوم. وحتى كاينه واحد القضيه، ملي كتكون ما مضطرش للبيع، السوق ديالك انت اللي كتحكم فيها.
عاوتاني كنهضر على البارسا حيت انا بارساوي، ما كلشي عارف عندك ازمه شي واحد ما تيعطيك فلوس في اللعيبيه، ولكن السيتي كلشي عارفها ستابل فينانسيغمون، ما تجيش تجي تنصب عليها في شي لعيب، بغيتي لعيبه تحت الثمن اللي حنا بغينا وغادي تديه بكل سهوله. كل رجوله. المهم شي كلمه اخيره على المقابلات الدراري. الصراحه شوف في نظري احسن مباراه لحد الان تاع الموسم هذا بدون نقاش هي الكلمه صراحه انا اللي عندي. بالنسبه لي حتى انا احسن مباراه في الموسم واللي فوت الكثير. التذكير الدراري راه هاد السيمانه هادي تقريبا 2 سيمانات دابا من الويكاند الجاي عاد ترجع البريمير ليغ، كاينه لا تريف انترناسيونال، وغادي نكونوا موعودين مع قمه جديده اخرى في البريمير ليغ هي ما بين السيتي وليفربول. كيفاش تشوفوا هذا الماتش هذا؟ واخا باقي عليه 15 يوم يقدروا يطراو بزاف د الحوايج في التوقف، ولكن ما بين الاول والثاني غادي يكون عاوتاني قمه بذكريات القمه ما بين السيتي وليفربول، بذكريات المنافسه اللي كانت ما بين السيتي وليفربول، واللي تنشوفوا البوادر ديال العوده ديال هذا الموسم هذا. ليفربول هذا الموسم هذا بوضوح احسن من المواسم الجوج اللي فات. كاين واحد ستابيليتي، واحد سلسله انتصارات في الانفيلد هي الاطول يمكن من 1980. يعني راجعين على الطريق الصحيح، وبحسب الخبره اللي عند كلوب واللي عند ليفربول في الدوري، فليفربول بالنسبه لي هذا الموسم هذا هي المرشح رقم 2 من بعد السيتي انها تدي البريمير ليغ. انا ما تنقدش نتوقع صراحه بحال هذا القيمه هذا، سورتو ما بين ليفربول والسيتي شحال من مره، علما عاوتاني ان كلوب هو اكثر مدرب ربح غوارديولا، يعني صعيب انك تتوقع. سنشوفوا صالح صراحه ديما تيماركي عاوتاني في السيتي، ماشي شي حاجه صعيبه. البيوتا الماتشات تيكونوا مفتوحين الا شي مرات فين تيدخلوا المدربين مقررين ما باغيش يخسروا، فصراحه تيكونوا ماتشات كارثيه. يمكن العام اللي فات كان سيتي لوكا، العام اللي فات يمكن في شي ماتش واش ما عقلتش، العام اللي فات كان ماتش صراحه دون المستوى، كنا تنتظروا قمه تكون مزيانه، ساعه ما كانت. نتمناو هذا التعادل هذا اللي خرج منه السيتي يعطيه واحد الحافز، وما يبغيش انه ياخذ غير نقطه، ولكن يكون باغي انه يربح وياخذ لي 3 بوين. ولكن من بعد التوقف الدولي عاوتاني داك البلان ديال الدراري مازال عيانين. لا شوف عاوتاني حتى على حسب لي بليسور، الا كانوا دي بليسور عاوتاني، الا كان مثلا دي كونسين من ستاف ميديكال باش ما يلعبش شحال من واحد على حساب. ما تنساش بان هاد الجيم ويك تابع هاد الشامبيونز ليغ نورمالمون نيشان، دونك على حساب الريبارتيسيون نتاع الكوتش لي مينوت نتاع لي جوار. دراري اش ظهر لكم ندوزو الفانتازي الدراري، اول مره نديروا الفانتازي. صراحه درناها مزيانه لان هذا الجيم ويك هذا راه شويه فيه انقطاعات، وكان بدينا السيمانه اللي فاتت كان جيم ويك كارثي صراحه، كاملين ما جبنا والو. السيمانه اللي فاتت كانوا لينا خايبين. خونا حمزه قول لنا اخويا التيم ديالك. التيم ديالي اللي حرز على اعلى نقاط في هذا الجيم ويك 95 نقطه الحمد لله. اللي بلانكا وضروري اللي بلانكا هذا العام، هذا الجوله هذه هي كاش وغابرييل. ما كاين جو بونس با كان شي كلين شيت هذا الجوله هذه. كان اخويا انا راه عندي تسيمي كاس نتاع ليفربول اخويا، كان كلين شيت نتاع ليفربول. الكلام واخا ما جابش كلين شيت ولا اني اسيست. بوب واخا ما جابش كلين شيت خدر بونوس. صيفط التغيير اللي درت هو انني صيفط ماديسون حيت مضروبوش بلاصو بوين اللي جاب لي 8 نقاط. سينو اللي دار صلاح اللي دار هالاند دار بحال كاين اللي تعب قارو مشى دار تعرف واحد دار واتكنز، هذا اللي مكلاسي دوزيام تعب قام ودار برونو فرنانديز. والله راه بزاف بنادم تيلعب داك الماتش نتاع ليوتن صاحبي. لا شوف راه القاعده من بعد الماتش اللي فات ديال ليفربول مع لوتون اللي تيلعبوا فانتازي عرفوا ان اي فرقه لعبت مع لوتون ما خصكش دير كابيتان الفرقه اللي كتلعب مع لوتون، حيت ما كتصدقش ديما كتقول هاد لوتون ضعيفه تصدق فري. وتحيه الدراري المسيح اللي عرفتي حيتي لي من فمي لان غنرجعوا للكلاسمون نديروا له شي ديديكا. وي انا صراحه درت جوج تغييرات. درت تغيير جبت غابرييل
بلاصه جو بونس كان شي واحد عندي مبلاتي ما بقيتش ضيق عاقل على على السميه، وراك عارف ارسنال ما جابش كلين شيت جو بونس، ودار تغيير اخر هو دوكو غامر به مالوغوزمون ما دارش ما دار لا اسيست لا جول لا والو. مي بون درتي موان 4 درتي موان 4 موان 4 ديال من درتي موكات ولا كان درتي دو شونجمون كان عندي دو شونجمون حيت الحمد لله كما قال السي مهدي الحمد لله السيمانه اللي فات ما بديناش، لا السيمانه اللي فات بوغ دي ريزون فاميليال ما نسيت انا السكواد ديالي اصلا فهمتيني، دونك بقى واتكينز ضيق هو الكابيتان وفهمتيني، دونك كانت القضيه شويه عيانه. مي بون كما قال حمزه اللي دار الكابيتان صلاح راه هو هذاك، اللي دار الكابيتان هالاند هو هذاك، وهادشي اللي كاين. سي مهدي اخويا انا ما درت شي شونجمون، وليت الشونجمون ديالي ببساطه لانه تنعرف باللي كاين التوقف الدولي. انا هذه استراتيجيه خدمتها تقريبا شي خدامين الناس باستراتيجيه. السي حمزه قيد لا ماشي من الفراغ. داكشي علاش مكلاسي هو الخامس. هادي عامين وحنا تنلعبوا عامين وانا تنطلع فوقكم. ما تعيقش اخي حمزه، راه مازال الموسم طويل. لا راه باش نقول لك قلب بصح التوقف الدولي ما كتعرفش، يقدروا يكونوا اصابات، يقدروا يكونوا بزاف د الحوايج. تنفضل يكونوا عندي دو شونجمون باش لا بغيت نبدل شي حاجه. وحتى اصلا ملي تنشوف التشكيله ديالي ما كنتش محتاج نبدل، زعما شكون كنت غادي نحيد صراحه. فكرت ما بان ليش شي واحد، وملي تشوف كاع الناس اللي بلانكاو راه هما اللي ما لاعبينش، دخلت تقريبا كاع المناسبين. هاد كنت الوحيد اللي كنت غادي نبدلو هو دوارد برو صراحه، حيت هادي جوج نتاع لي ويك هو تيبلانكيلي. مي او فينال لعبتو صدق جايب 11 نقطه، شي حاجه مزيانه. دوز اسيست مزيانين. لو غوغري صراحه عندي هو ميطا، ما لعب غير ميطا صراحه. ما فهمتش علاش لعب غير ميطا، وبالتالي خدا نقطه واحده. حتى باقي عادي يعني. ساكا اسيست مزيان، واتكنز كالعاده بيت مزيان، هالاند صلاح راه قلناها. سون تا هو دوماج بلانكا موالف تيحاول يجيب شي حاجه. والمفاجاه هو تسيميكاس صراحه، كنت شريته قبل ما يغلى في الثمن وما خيبش. تسيميكاس ضيق مازال باقي رخيص. جو بونس 4.6 دابا. انا شريته ب 4 فاش يلا دابا 4.6. وبزاف ديال الناس غادي، انا كنت باغي نجيبو، ولاني قلت اولا فين هو انا ناسيوناليتي هو يوناني جو بونس يوناني. هذيك اليونان تاعو ما عرفتش واش يلعبوا. المهم ثانيا عندهم ماتش ديريكت مورا التوقف مع السيتي، يعني غادي تكون صعيب. سينون تسيميكاس مزيان، ولاني كاع الناس اللي تيلعبوا الفانتازي وياكم شي واحد يدير شونجمون في هاد جوج سيمانات، يقول راه غادي يغلى شي لاعب يمشي يشري، غيصدق مضروب ولا يصدق ما جايش ولا الطياره ما تجيش. حنا دورنا الدراري على 4 ديال الناس. المتصدر المسيح تبارك الله عليه، مساوي 6 جولات كلاس الصداره. وبادر الهوتي حتى هو ديما في المقدمه. اللي دار برونو فرنانديز، تنظن انه يعض اصابعه ندما دابا صراحه. برونو جايب 61 راه مزيان. كان جاب شي حتى هو عنده كاع عنده هالاند، عنده جو بونس صلاح، عنده واتكنز فهمتي. راه كون دار كابيتان صلاح ولا هذا كان غادي يفوت المسيح. ولا النيه هي هذه. عندك صلي على النبي سيدي، وهذه تذكيره الدراري صليوا على النبي اللي هو انا. وعندك جوي بوي الدراري من واحد لاني مشهور سميتو ناروتو. ماشي ناروتو مطلق. ون بيس. وعندك اكرم حنيني السادس. وعندك الدراري ما دورتيش مواد على هذه. سبسكرايب اللي ديما فوتشو. هذا الدراري كونت هذا الغش هذا صاحبي، اسمح لي الغش لعب بجوج دايرين برومو. صاحبي شوف هذا مش ديالنا بثلاثه، راه دايرين برومو صاحبي. برومو للشين ديالنا. مرحبا وراه مكلاسي حسنا منك يا عمي. مرحبا. وعندنا موعد في المركز التاسع، يعني راه واخا هكاك راه مازال الموسم طويل، مازال فيها اللعب. انتو غادي نخليو الكود نتاع الجروب نتاعنا في فانتازي. كاع الناس اللي كيلعبوا فانتازي مرحبا بهم في جروب، يدخلوا يستمتعوا معنا. صراحه راه كل سيمانه غادي نحاولوا نديروا من بارتي على الفانتازي باش نشوفوا الافكار نتاع كل واحد والكلاسمون كي غادي، ونشوفوا شكون غادي يسالي في نهايه الموسم هو الاول. تيبان لي هادشي اللي كاين. الدراري ما عرفتوش عندكم شي اضافه قبل ما نختموا الحلقه؟ غنديروا الدراري دي ما عرفتش
عندنا دي زيد اللي غادي نحاولوا نخدموا عليهم في هذه السيمانات هذه باش ما تبقاش حاله الركود عندنا في لاشين. يعني غادي يكون بنادم قنطان ما تيتفرجش في الكره، ولا اني غادي يكون الكونتينيو هنا في لاشين ساينو هذا الشيء هذا راه جاي ان شاء الله ان شاء الله. صراحه ما عندي لا مو زعما باش نساليو بلا والو من غير لايك سبسكرايب. الدراري اللي كيشوف هذا الشيء ما يبخلش علينا. الدراري ما خاصني والو كما تيقول السي حمزه، خاصني والو اصاحبي. انت اللي كتشوف وصلتي لافان ديال ليبيزود ولا ما وصلتيش، شوف بلا ما توصل كاع خلي غاجيم ديسلايك كاع الا ما عجبكش الكونتوني. المهم تفاعل باي طريقه، هادشي اللي كاين. وكالدراري تنشكركم على الحضور ديالكم كالعاده. ما تنساوش باللي لي شو غادي يبقاو يجيو كل سيمانه، غادي نهضروا فيهم على البريمير ليغ، وان شاء الله كما قال السي حمزه افكار جديده غادي تكون قريبا في القناه باش نحاولوا نطوروا من المستوى وحتى من المحتوى. شكرا الدراري على الوقيت، ونتلاقاو ان شاء الله في ابيزود جديد، والسلام عليكم. تشاو.